أستاذ محمد أبيهي كني وأستاذ جامعي لتزاوية محمد الخامس كلية الآداب العلوم الإنسانية. أستاذ، وش نغير تعريف المؤسسة البرلمانية؟ المؤسسة البرلمانية كانت المؤسسة يعني دستورية اللي خاص نتفق غنزر مثلا التجارب الديمقراطية على الصعيد العالمي، بس انت تمثل الامه، تمثل الشعب. اشكو اثنين يتنتخبنا يعني النواب تنتخبنا عن طريق الاقتراع يعني المباشر والسري، وبالتالي تمثل نواب الامه في اصدار القوانين والتشريعات. اذا دور البرلمان هي دور مهم بالحياه السياسيه والديمقراطيه، لانه انت تصدر القوانين والتشريعات دواء اللي تمارس نوع من الرقابه فيما يسمى السلطه التنفيذيه. البرلمان يتمثل السلطه التشريعيه، الحكومه تمثل السلطه التنفيذيه، وبالتالي السلطه التشريعيه تراقب العمل من السلطه التنفيذيه. أستاذ نزو دخت سيورد كتا ودخت فيدة كتا نزو نسن التجربة البرلمانية المسار الديمقراطي نسن المراحل ذو مزروين البرلمان. بالنسبه للتجربه البرلمانيه غومزروي المغرب، نتفق بانه يعني منذ استقلال المغرب انه هي المرحله بها مقور مساتين غومزروي المغرب اللي الهدف نسيه بناء الدوله الوطنيه، وبالتالي بناء الدوله الوطنيه يشير غير السياق حتى بناء دوله المؤسسات. اول تجربه يعني برلمانيه تلغى 1963، يعني بعد اصدار دستور 1962. اذا هي اول ولايه 1963 هي اول ولايه تشريعيه برلمانيه في تاريخ المغرب، وبالتالي الزاق يبدا المسار الديمقراطي. وكان يمكن ان نقسم يعني مجموعه من المراحل. المرحله الاولى الاستئجان 1956 1962 هي مرحله بناء الدوله الوطنيه. من 1962 2011 ديال المرحله يعني مجموعه من التحولات السياسيه والديمقراطيه الى غير ذلك. المرحله اللي سكرت لي المهم هو دستور 2011، يعني من 2011 حتى 2021 هي مجموعه من التحولات الكبرى اللي يمكن نزرع ارساء دوله المؤسسات، مثلا ربط مسؤوليه بالمحاسبه من خلال يعني انشاء مجلس على الحسابات، الا تكريس اليه الديمقراطيه التشاركيه اللي هي المستجد المهم من خلال تقديم العرائض والملتمسات، الا كذلك بناء دوله المؤسسات الوطنيه، الا استقلال النيابه العامه وارساء سلطه قضائيه مستقله اللي هي المدخل الاساسي للبناء الديمقراطي، وكذلك ضمان شفافيه الانتخابات. بالنسبه للجان استاذ، اللجان الفرق يعني عارفه يعني الدور من اللجان الفرق البرلمانيه الاهداف نسن. بالنسبه للجان البرلمانيه هي اللجان ووصل البرلمان، الجلسه العامه اللي ترأس رئيس مجلس النواب يستلين الفروق البرلمانيه. تيلي اللجان هي موازيه. اللجان تلعب دور مهم تعزيز القوه الفعاليه لاداء الحكومه، لمراقبه العمل الحكومه، حتى مساءله السلطه التنفيذيه بما في ذلك وزراء الحكومه. اذا فهي هذه اللجان تساعد عمل يعني مؤسسات البرلمان. فالاختصاصات يعني اختصاص تشريعي من خلال اقتراح مشاريع قوانين، وكذلك تعديل هذه القوانين، وكذلك مناقشه شامله لهذه النصوص داخل هذه اللجان البرلمانيه. وبالتالي يعني الاختصاص هي رقابي، استطلاع الى لجنه تقصي الحقائق. يعني مثلا لا قدر الله تقع كارثه نزر المسؤولين مثلا في المساله اللي وقع، اللجنه درس الصلاحيه باش تتسكر لجنه تقصي الحقائق، تسكر يعني تقرير الرابور ارزرا ما ميلي المشكل. وبالتالي فارتفع وصل البرلمان يعني مجموعه من اللجان اللي استهمانين بها اللي درست قطاعات حيويه غير الحياه العامه من الدوله، مثلا لجنه الخارجيه والدفاع الوطني والشؤون الاسلاميه والمقيمين بالخارج، لجنه التعليم والاتصال والثقافه، لجنه القطاعات الانتاجيه، لجنه يعني ما يسمى لجنه القطاعات الاجتماعيه، لجنه يعني ما يسمى بالبنيات الاساسيه غير ذلك. اذا هذه اللجان هذا تلعب دور مهم في عمل مؤسسات البرلمان. هذه التشكيله هي العنصر اللي هي المكونه من استهبال على هي الفروق البرلمانيه. ما هي دور الفروق البرلمانيه؟ اشكو هذه التشكيله تتلقى من التحالفات، على اعتبار ان البرلمان اختارق العالم وشي التجارب العالميه ارتلي الاغلبيه الى المعارضه،
وبالتالي الاغلبيه الرئاسه الائتلاف اسمها ائتلاف حكومي، الا المعارضه انت تكشف المعارضه، وبالتالي المعارضه تسكر فريق برلماني على تسمو يسم هي مختصر من التشكيلات الحزبيه اللي لن كذلك الاغلبيه درست يسم حتى انتت اذا، وبالتالي فالفروقات درست يواتي كبار بقرن الحياه السياسيه البرلمان شكون تنتين تلعب دور الرقابه، تنتين تصدر القوانين، باقي تصدر القوانين شكون هي الجزء من المجتمع يغطي لي الثغره مثلا على مستوى قانون معين، وبالتالي فتيلي دور الفروقات الدور البرلماني باش يحسس المسؤولين يحسس الحكومه بضروره سد الثغره للقانون معين، وبالتالي تساهم هذه الفروق يساهم هذه الاسس البرلمانيه في مواكبه يعني التشريعات والقوانين التي تنظم الحياه العامه للدوله. واخا استاذ مران السيور يعني التجربه البرلمانيه يعني باش تعدوا العمليه الانتخابيه نرى السن يعني القوانين اللي تنظم الانتخابات. بالنسبه للسؤال هي ربما الاصلاحات القوانين المنظمه للانتخابات هي المشرع يريد يعني مجموعه من الاصلاحات التي ربما اثارت جدلا كبيرا، مثلا القاسم الانتخابي ما خلي غير يشكي اولا رغبه في خلق تعدديه حزبيه باش تخلق لي النوع من يعني اعاده يعني المشهد الحزبي كيسيلي يعني مجموعه من الاحزاب الاخرى، لان القاسم الانتخابي مثليا هو نورمالمون يعني الطريقه القديمه تتسم عدد يعني المصوتين مقسوم على عدد او الاصوات المعبر عنها مقسوم على عدد المصوتين، ولكن غير تسكن وسيم عدد الاصوات المعبر عنها واللي صوتنا تتقسم من عدد المشجعين، يعني المشجعين كيس واللي صوتين هو اللي صوتين، اذا هنا يخلق الجدل، ولكن المشرع يفهم بانه هي مهم مشكو لان الهدف هو اعاده يعني خلق واحد التعدديه حزبيه، وهذه التعدديه الحزبيه تعكس يعني المشهد السياسي الحزبي وتعكس حتى كذلك اهميه هذه الاحزاب في داخل قبه البرلمان. الاصلاح الثاني اللي هي مثلا بين المزاوجه، يعني خصها البرلماني مثلا ادور رئيس الجماعه رئيس جهه خصها تولى خصها يعبر اما برلماني اما رئيس جماعه اما رئيس جهه او رئيس مجلس الاقليمي، ما خلى المشرع يفهم بانه تعدد المسؤوليات وبالتالي يعني عائق حول تحقيق المصلحه العامه، وبالتالي يجب يعني واللي يتقدم مثلا للطرش يخصها الطرش هي المنصب يجد المناصب الاخرى يعني لفئات اخرى، وبالتالي فهذه الاصلاحات كلها هي مهمه اللي هي اصلاحات يعني تعكس هذا المسار والتاريخ ديال الاصلاحات يعني الحزبيه وديال التطور ديال هذه المؤسسه التشريعيه اللي هي البرلمان، واهميتها مهمه في الاهميه بهرم قرن شكو هي المدخل الاساسي يعني الديمقراطيه، يعني المدخل الاساسي يعني تكريس يعني اهميه هذه المؤسسات التشريعيه بصفه نواتج وفيان مغربي. بالنسبه للانتخابات يكون استاذ مين كيستوين ومينو يعني ما ديريش الاصلاحات مسرين تجديد ديال القانون باش نسن ونفهم مره في مسرجتها الدوله يعني ربما تسكر مجموعه من الاجراءات من خلال التنسيق مع النيابه العامه من اجل جزر جميع المخالفات المسجله على مستوى الاستعمال المال السياسي. لماذا؟ شكون انتفى دور المسيرات هي تخليق الممارسه الحزبيه وتخليق كذلك الانتخابات. هذا انتفى حتى دور مهم تلعب المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال المراقبه الانتخابات، يعني تعيين ملاحظين والمجلس الوطني لحقوق الانسان يسكري الدورات التكوينيه كل محطه انتخابيه باش يعين ملاحظين في توس مكاتب التصويت باش تزرن العمليات يسكيسي الخروقات يردوهم، وبالتالي خطط هي آلية مهمة باش تكرس الشفافية للانتخابات اللي المواطن يعبر في الصوت نص بشكل حر ويعني بالشكل اللي ديمقراطي.